هم يعني بروحها ان شاء الله تعالى. شايفين يا جماعه خير؟ المفصل مقلوع، شايفين يا شباب؟ الرجل المفصل مقلوع خالص، يعني نظام جبس اهو يا شباب بالشكل ده. عملنا له جبس بالشكل ده ان شاء الله. شوفين يا شباب انا انفجعت بصراحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. في النهاردة كذا مفاجأة بصراحة، يعني في النهاردة فيديو حلو جدا. يلا بس نمس على حبايبنا، اخواتنا حبايبنا طبعا مشتركين القناة. المشتركش في القناة يا شباب اشترك في القناة، هنكتب اساميكم معانا، اسمك هنور الدنيا معانا ان شاء الله زي اخواتك المكتوبين معانا بالقايمة بالشكل ده. تعالوا بقى النهارده في مفاجأتين بصراحة، في مفاجأة يعني سارة ومفاجأة غير سارة. تعالوا بس الأول كده ندخل المكان ده. يعني أنا لقيت المنظر ده، تخيلوا بقى إن أنا أدخل المكان عندي ألاقي قطة ومعاها يعني قطط صغيرة. يعني أنا الصراحة اتفاجئت، شرسة بصراحة، أنا انفجعت، شرسة. يعني القطة دي حنينة أزيد من اللازم، ودي حنية سبحان الله. يعني هي بتحط عيالها دي ببقها وبتنط بيهم من بيت لبيت تاني. دي حنية المخلوقات سبحان الله. شايفين معاها ست قطط صغيرين، معاها ست قطط. شرسة بصراحة. يعني أنا يعني بدأت إن أنا أخاف منها بصراحة. امبارح انا قفلت الباب بالشكل ده ومشيتها على اساس ان هي معهاش قطط صغيره. ما اعرفش والله يمكن معاها قطط صغيره ولا لا. وقفلت الباب ومشيتها ولقيتها عماله عايزه تدخل باي شكل، فما حسيتش ان في قطط صغننه معاها. فقفلت الباب ومشيتها. النهارده سمعت صوت، وانا واقف كده على السطح سمعت صوت قطط صغننه، فتحت لها الباب ودخلت. يعني انا مش عارف، شوفوا لي حل بقى. يلا بس ندخل اوريكم حاجه حصلت معانا النهارده ونشوف القطه دي هنعمل فيها ايه مع بعض، وشوفوا لنا حل للقطه دي عشان مش لاقي لها حل الصراحه. ده الحمام البهلوان يا شباب، ده الحمام البهلوان. الحمامه ديت رجلها انكسرت خالص. طبعا انا ماسكه في ايديا وهو بالشقلب، طبعا قعدت ان هو الشقلب، فرجلين انكسرت في ايديا الصراحه. يعني مش عارف يعني الرجل دي لها حل، لها حل. يعني في ناس بتذبح الحمام ده لما بتلاقي المنظر ده تذبح الحمام، ولكن هقول لك تعالج الموضوع ده ازاي. شايفين المفصل عامل ازاي؟ مفيش مفصل خالص، مفيش مفصل في الحمامه ديت خالص. هنعمل ايه؟ كل اللي انا بحتاجه بحتاج كرتونه، كرتونه بالشكل ده، كرتونه. بجيب كرتونه وبجيب لزق، اي لزق بقى عندك، مش لازما اللزق ده. وما فيش لزق ممكن فتلة خيط وتعمل اللي انا هوريهولك دلوقتي معايا في الفيديو. انا الكرتونه عريضه شويه، كرتونه عريضه شويه، فبقسمها نصين بالشكل ده. وهبدأ اخد النص اللي هو حنين ده وابدأ ان انا اجهز اللزق برضو معايا كده بسرعة عشان ما ناخدش وقت وما نطولش وقت في الفيديو. طبعا بقص باخد لزق كده بالشكل ده، وببدأ ان انا اجبر رجل الحمامة دي. هتجبرها ازاي هوريك، هتشوف ان شاء الله. حصل معاك الموقف ده تعرف انت هتعمل ايه بالظبط. انا باخد الحمامة. طبعا انت هتعمل كده احسن مني بقى، لان انتوا فاهمين احنا بصور لوحدي، فانت هتعمل كده افضل مني بكتير. تيجي عند المفصل كده وبتبدأ ان انت تجيب ورقة الكرتونة وبتبدأ تلف على المفصل بالشكل ده. نلف لفة كويسة، يعني نلف الكرتونة كلها اللي احنا قطعناها دي. وهبدأ ان انا الحمها باللزق، هبدأ ان انا الحمها باللزق. هوريهولكوا دلوقتي بعد ما نخلص. هوريهولكوا طبعا خلي اللزق محكم كده. انا طبعا حكمت اللزق تاني عشان بس ما نطولش وقت الفيديو. بنلف طبعا بالشكل ده. وهجيب برضو البلاستر وابدأ ان انا الفه بالشكل ده. في ناس بتذبح الحاجات ديت، لا ما تذبحهاش. هو بالظبط 10 ايام وهيصحى تاني. وهوريهولكم، هوريكم الفرد ده 10 ايام هيخف تماما تماما ان شاء الله تعالى. ما تقلقش، عشان في ناس بتقولك لا الفرد انكسر رجليه خلاص. لا، الطريقة ديت انا مجربها ومضمونة مليون في المية. شايفين يا شباب الرجل بقت معايا بالشكل ده. تعالوا بقى اوريهولكم وهو في السلاكة هياكل. حط له اكل، طبعا لازم تعزله بقى لوحده، يعني لازم تعزله لوحده عشان ان هو ما فيش طيور تانية تضربه. وطبعا هو معاه زغاليل، للاسف الذكر ده معاه زغاليل. فبرضه هعزله عن الزغاليل. الام هتاكلهم ان شاء الله، ان شاء الله الام هتاكلهم. تعالى بس اوريكم الزغاليل بتاعته. بعد ما جبرنا الفرد بقى حطيناه في عين لوحده، حطيناه في عين في السلاكة
لوحده بالشكل ده، عشان ان هو ما يتنش مع طيور تانية. حتى لو انت بتربي طيور سايبه وحصل معاك الموقف ده، لازم تعزل الفرد وتخليه في عين لوحده عشان مفيش طيور تانية ان هي تبدأ تضربه. دي العين بتاعته اصلا، ودي النتاية بتاعته. وكان معاهم الزغلول، معاهم زغلول واحد. ولكن بقى انا هسيبه هنا 3 4 ايام لحد ما رجليه تتعافى شويه، وبعدين ان انا ارجعه. تعالوا بقى يا شباب ندخل نشوف القطه، هنعمل في القطه ايه تاني. يعني بصراحه يعني مش عارف انا، يعني المكان انا محتاجه والله. ولكن انا هسيبها كده اسبوع لحد لما القطط الصغننه دي تكبر شويه او تشد حيلها شويه، عشان ما يبقاش شرسه. يا جماعه والله انا بدات اقلق منها، يعني انا بدات اقلق منها شرسه، يعني انا انفجعت كده منها مرتين. هنسيبها يعني 10 ايام. لو في اقتراح تاني عندكم قولوا لي، القطه دي نعمل فيها ايه لو في اقتراح تاني. سبحان الله، شايفين هي بتاكلهم دلوقتي، شايفين هما بياخدوا، يعني سبحان الله. هي برضو بتاكلهم دلوقتي معاها ست. يعني انا، هي ما كانتش هنا دلوقتي وانا شفتهم لقيتهم ستة. يعني مش جايبة واحد ولا اتنين كان يبقى موضوعهم سهل، جايبة ستة ما شاء الله. الرفق بالحيوان حلو يا شباب، الرفق بالحيوان حلو. هنسيبهم يشد حيلهم شوية، وبعد ما يشد حيلهم انا الشغل اللي هعمله هأجله مش مشكلة. وبعد كده ان انا اطلعها بره، ممكن تاخدهم توديهم بقى مكان تاني تتسرب بقى فيها. انا طبعا امبارح قفلت الغرفة، قفلت المكان ده من بره. ده المكان ده بتاعنا من بره طبعا، زارعين فوق زرع جميل اهو. قفلت طبعا المكان ده وسبتها، قلت بقى معهاش حاجة. فاتفاجئت النهاردة لقيت ان الصغيرين دولت، القطط الصغيرة دي عمالة بتصاصي. او مش بتصاصي بقى، عفوا، ان هي بتعمل بتعمل صوت القطط، يعني بتعمل صوت القطط. فهنسيب لها الباب مفتوح عشان تطلع وتيجي دي. شكاير فيها رملة، انا حاططها بقى على جنب كده. وفي حاجات ان انا تانية برضو المفروض كنت بخاف عليها، بس يلا بقى الحمد لله مش هنضرها. لان يعني دي هي يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع الرحمة في قلوب المخلوقات ديت. فاكيد الرحمة في قلوبنا كبني ادمين. قولوا لنا اقتراح، لو في عنده اقتراح انزلوا اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. قولوا لنا اقتراح هنعمل ايه في القطه ديت. مش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، بتمنى يكون الفيديو قدم لكم معلومه وكونوا استفدتوا من الفيديو. شوفوا اشوفكم على خير يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.